طب على الاقل يا حبيب اخوك امام موجود في معسكر النادي الاهلي، موجود في اسبانيا معانا في حضننا، وبيتم تاهيله وبيتم تجهيزه لبدايه الموسم، وعارفين مكانه وعارفين دنيته رايحه فين وجايه منين. الدور بقى عليك انت، واهم لاعب في الدوري المصري، ومش بس كده، ومن اهم لاعبي منتخب البرازيل. انت ناسي يا باشا الزملكاويه لما كان بيقول لك ازاي خوان بيزيرا ما يكونش موجود مع منتخب البرازيل؟ اللاعب ده لو كان موجود بكره الصبح كلها يومين اتنين بالظبط، وهيتكتب بيان اخو بيان عبد الله السعيد بالظبط كده، بيان حلو كده متأنتك ومتراجع كويس بنسبة 99.99% امام عاشور لن يكون متواجد في مباراة الاهلي وبرشلونة القادمة. امام عاشور لا صوت يعلو داخل النادي الاهلي وبين جماهير النادي الاهلي غير على موضوع امام عاشور. ايه اللي هيحصل في قصة امام عاشور؟ هل امام عاشور مستمر ولا هل امام عاشور ماشي؟ الدنيا ماشية ازاي؟ خليني اقول لك الاول قبل اي شيء انه النادي الاهلي بيقطع الشك باليقين في القصة دي، وبيعلن بشكل رسمي وفي بيان رسمي موجهه لكونيا سبور. خليني اقول لك البيان بتفاصيله سريعا عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي، لانه الاهلي من وجهه نظري يعني عمل كل اللي عليه في هذا الامر، ولكن للاسف بعض الناس فهمهم بطيء في هذه المسألة. يعني قبل كده الأهلي كان نزل بيان وقال لك لن يكون هناك استغناء عن أي لاعب داخل النادي الأهلي هذا الموسم، والموضوع انتهى. ورغم ذلك لسه في بعض الناس مصرة ومصممة إنه لا والله إحنا محتاجين اللاعب الفلاني أو محتاجين اللاعب العلاني. بص يا باشا، بيان النادي الأهلي بيقول إيه؟ بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تسدد على 3 سنوات. البيان مكتوب بعناية وفي تفاصيل مهمة جدا. تسدد على 3 سنوات، فإننا نبلغكم بأن اللاعب ليس معروض للبيع هذا الموسم ونتطلع إلى التعاون في المستقبل. ده بيان النادي الأهلي اللي نزل بالخطاب اللي أرسله النادي الأهلي لكونيا سبور التركي. إمام عاشور ليس للبيع داخل النادي الأهلي، الأمر محسوم. بعض المشاكل وبعض الحوارات اللي مثارة على إمام عاشور، أنا مش هقول لك مش عارف ليه، أنا عارف كويس قوي ليه، وعارف كويس قوي مين مصادر هذه المشاكل أو مين مصادر هذه الحوارات، ومين اللي مش حابب فكرة علاقة إمام عاشور إنها تكون جيدة بجمهور النادي الأهلي أو بالنادي الأهلي. أنا عارف كويس قوي، أنا عارف وأنت عارف وكلنا عارفين كويس قوي مين هم الناس اللي اللقطة دي مضايقاهم، الناس اللي اللقطة دي مشيطاهم مجنناهم، الناس اللي بعد هذه اللقطة لسه بيقول لك ده إمام عاشور زملكاوي. ناس عايشة في عالم موازي قسما بربي، عايشين في مية البطيخ في حوار تاني خالص. إمام عاشور مستمر ومكمل مع النادي الاهلي، ومش بس كده، هو اللي حابب ان هو يستمر وهو اللي حابب ان هو يكمل. النادي الاهلي عمره ما هيسيب لاعب عنده هو مش حابب وجوده داخل النادي الاهلي. وانا كنت اتكلمت في القصه دي قبل كده مره واثنين وثلاثه، وقلت لك المشكله اللي حصلت الموسم الماضي كان سببها ايه، وقلت لك كل القصه مش هقعد اعيدها تاني. اما فكره انه امام عاشور باصص لفلوس او باصص لاي حاجه تانيه، اطلاقا كل الكلام ده غير حقيقي. وللاسف لما تيجي تبص او تيجي تشوف مين هم الناس اللي بيحاولوا بقى يدوك ايحاء انه امام عاشور لا ده مش حابب يكمل، ده بيدعي الاصابه، ده ما اعرفش ايه، قبل كل هذا الكلام خليني اقول لك مين هم الناس دول. تخيل عزيزي المشاهد ان الناس دي هم اللي عندهم بجد فضايح. تخيل عزيزي المشاهد ان الناس دي هم اللي عندهم بجد كوارث في كل شيء، في كل شيء حرفيا، سواء بين اللاعبين بينهم ومن بعض، سواء بين اللاعبين والإدارة، سواء بين اللاعبين والجمهور، بكل حاجة. يعني هديك مثال صغير حاجة بسيطة كده ممكن تعرف منها الدنيا ماشية ازاي مع الناس دي عشان تتأكد ان هم عايشين في عالم موازي. ايه يا عم ده؟ بص يا باشا، ادي الاسد بتاعهم، الاسد الزملكاوي اللي اول ما جه قال لك كان معانا فار بدلناه باسد. اهو الاسد سابك، اهو الاسد مش موجود، اهو الاسد مفقود. شوف من امتى مفقود ومحدش عارف مكانه فين، ولا حتى حد عارف يوصل له. فضيحه دي ولا مش فضيحه؟ دي فضيحه وبجلاجل، ولو في حاجه فوق الجلاجل ممكن نركبها. بلاش خوان بزيرا. بص عبد الله السعيد اللي اتنك وحط رجل على رجل وقال لك انا مش راجع غير لما اخد كل مستحقاتي وكل فلوسه، وما رجعش بالفعل غير لما راح له الظرف المتعكم بالمبلغ بتاعه وفوقيه مكافاه. فكك خالص من كل الكلام اللي بيتقال في الاعلام اللي خارج من نادي الزمالك
الزمالك اللي بيقول لك انه الزمالك عمل عقوبه ما اعرفش على عبد الله السعيد ب1,000,000 جنيه وعقوبه على شيكو بنزا ما اعرفش بكل الكلام ده هكس. اذا كان الزمالك كان بيعلن بشكل، تخيل لما نادي يعلن بشكل رسمي ويطلع في الاخر كلامه غلط، تخيل لما الزمالك كان بيعلن بشكل رسمي انتهاء كل القواضي فيطلعوا اللاعبين ووكلائهم اللي رافعين قواضي على الزمالك يقول لك لم يتم التواصل معانا ولم تنتهي القضيه، ومش فاهمين الزمالك ازاي بيعلن بشكل رسمي انتهاء القضيه. فانت ما تاخدش اطلاقا بنسبه 90% اي كلام خارج من نادي الزمالك، اسمع من هنا وخرج من الناحيه الثانيه. فلا في عقوبه على عبد الله السعيد ولا عقوبه على بتنجان ولا عقوبه على ترتان. ادي خوان بزيرة اللي هو اللي بيتحكم في نادي الزمالك، اللي بيقول لك انا رافض ولن اعود. خد بالك من حاجه مهمه جدا، خوان بزيرة رافض العوده للزمالك بشكل نهائي، مش فكره بقى انه عايز فلوس او عايز مستحقات او عايز كل القصص دي منتهية تماما. هو رافض العودة اساسا او فكرة التواجد اساسا داخل نادي الزمالك. هو مش عايز يرجع، عايز يروح نادي شباب اهل دبي ومصر على موقفه. وعلى فكرة وكيله وابوه نصحوه يا ابني ارجع يا حبيبي ارجع، طب تواصل مع الناس، طب حاول تروح للقاهرة وتلاقي حل او تسوية. اللاعب اصلا مش طايق، تخيل مش طايق ان هو يقعد حتى مع المسؤولين هناك. قضي الامر انا مش عايز ارجع، لدرجة انه اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك هو الوحيد من داخل نادي الزمالك اللي قدر ان هو يتواصل مع اللاعب وحاول ان هو يقنع اللاعب باي شكل باي طريقة باي اسلوب، يا ابني ارجع طب نحاول نعمل، واللاعب رافض برضه ولسه على موقفه. قسما بربي شايف كل اللي بيحصل ده، شايف الفضيحة العامة الكبرى اللي بتحصل دي. انا بقول لك اهو من دلوقتي اللاعب ده لو كان موجود بكرة الصبح كلها يومين 2 بالظبط وهيتكتب بيان عبد الله السعيد بالظبط كده، بيان حلو كده متأنتك ومتراجع كويس تمام، وهتلاقي الجماهير بتهتف باسمه. طبع الزمالك ولا هنشتريه؟ طبع الزمالك ولا هنجيبه من بره؟ هم طبعهم كده واسلوبهم كده ومرتاحين كده ومبسوطين كده. على مدار التاريخ اغلب الحالات اللي كانت شبه حالة خوان بزيرة ويهرب ويسيبهم ويمشي ويعمل، يرجع بس تلاقي الدنيا كلها اتفتحت له بالابواب وكل حاجه تمام وبالاحضان يا باشا واللي انت عايزه هيحصل. ده موقف خوان بزيرة. فتخيل ناس زي دي هم اللي عمالين بيلقحوا على امام. طب على الاقل يا حبيب اخوك امام موجود في معسكر النادي الاهلي، موجود في اسبانيا معانا في حضننا وبيتم تاهيله وبيتم تجهيزه لبدايه الموسم وعارفين مكانه وعارفين دنيته رايحه فين وجايه منين. الدور بقى عليك انت اللي مش عارف اصلا الدنيا معاك رايحه فين ولا جاي منين، ولا انت حتى داخل الموسم اللي جاي دوت تعمل فيه ايه. ما انتش عارف، لا معاك صفقات ولا حتى اللاعبين بتوعك اللي كانوا بتوعك بقوا معاك، مفيش. خوان بزيرة اللي هو يعتبر ده على حسب كلامهم هم مش كلام انا، والله انا كده من البدايه شايفه لاعب عادي جدا، لكن على حسب كلامهم هم ده اهم لاعب في نادي الزمالك، ومش بس كده واهم لاعب في الدوري المصري، ومش بس كده ومن اهم لاعبي منتخب البرازيل. انت ناسي يا باشا الزملكاويه لما كان بيقول لك ازاي خوان بزيرة ما يكونش موجود مع منتخب البرازيل؟ ناسي ولا فكرك؟ انت متخيل طموحاتهم كانت رايحه بيهم لحد فين؟ فتخيل بقى لما اللاعب بتاعهم اللي هم من وجهة نظرهم اللي دلوقتي بين قوسين ممكن يقلب بالونة عادي جدا، عادي الجمهور يعني في الحتة دي ملوش مبدأ، عادي جدا ممكن يقول لك في ثانية ده خوان بزيرة بالونة، عادي جدا. تخيل لما اهم لاعب عندهم المفروض انه اهم لاعب عندهم مش موجود ولا حد عارف يوصل له، وداخلين الموسم اللي قادم من غيره. ماتش الزمالك يوم الجمعة اللي جاي، ماتش الزمالك يا باشا يوم الجمعة اللي جاي هيعمل ايه قدام الاتحاد؟ شيكو بنزا ولسه راجع مفيش من يومين وبدأ في تدريبات تأهيلية وبيحاولوا ان هم يجهزوه للموسم الجديد. عبد الله السعيد ولسه داخل من يومين برضو وبيحاولوا ان هم يجهزوا هذا الشاب الصاعد اللي هيكون ليه مستقبل قوي جدا في الكرة المصرية. عبد الله السعيد خوان بزيرة وغايب ومش عارفين مكانه فين. صفقات مفيش صفقات، صفر صفقات. استقرار مالي مثلا داخل مجلس الإدارة اطلاقا، عمالين بيحاولوا يعني يدبروا اي فلوس باي شكل باي طريقه ومش عارفين. فانت داخل الموسم القادم انت مش عارف حكايتك ايه، وفي الاخر بدل ما تتكسف وتتدارق وتستخبى لا ده انت عمال بتلقح على النادي الاهلي وبتلقح على امام عاشور اللي هو اهلاوي صرف 100% صرف اهلاوي، وهو اللي مش حابب يمشي على فكره، وعمال تقول ده بيدعي الاصابه مش بيدعي الاصابه. خليني اقول لك موقف امام عاشور النهائي من قصه الاصابه. امام عاشور
لأول مرة منذ إصابة إمام عاشور، لأول مرة إمام عاشور بيشارك في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي. النهاردة أول تدريب جماعي لإمام عاشور مع الفريق، أول تدريب جماعي. طبعا ما شاركش كمان في الميران كاملا، يعني يشارك في جزء صغير من الميران، ودوت الخطة اللي بيحاول يجهزوا بيها النادي الأهلي. طبعا الحسين عموتة من ناحيته، موقف الحسين عموتة من ناحية إمام عاشور، هو ما عندوش استعداد إطلاقا إن هو يجازف باللاعب تحت أي ظرف وتحت أي حال. هو عايز يبدأ يلعب اللاعب لما يحس إن خلاص اللاعب جاهز 100% ان هو يلعب. اذا بنسبة 99.99% امام عاشور لن يكون متواجد في مباراة الاهلي وبرشلونة القادمة غدا، لانه زي ما قلت لك ما شاركش غير في جزء صغير جدا من المران الجماعي اليوم، فبالتالي مستحيل ان هو يشارك في جزء كمان مش مران كامل، وتاني يوم على طول يلعب مع النادي الاهلي مباراة بحجم وقيمة مباراة برشلونة اللي هتكلم معاك فيها كمان شوية.